السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم روتين جديد ونهار جديد نظرا لطلبكم الناس اللي محبين الروتينات. اليوم شاركت معاكم روتيني من اللي نوض الصباح حتى نرقد اليوم كامل. اول حاجه بديت بها البنات اللي هي القهوه تاعي. كيما راكم تشوفوا حطيت الشوب تاع القهوه تاعي. كانت عندي مسكوتشو، راها هذه هي اللي هي تسلكني هذو الايامات. بالك راكم روماركيتو في لي فيديو تاعي الكل راني كل ما تكمل المسكوتشو نعاود ندير منها اذا دخل عندي ضيف اني نحط له، وفي نفس الوقت صباح نتقهووا بها والعشيه باش ما نوليش نخمم باش نتقهووا. اول ما كملت القهوه تاعي دخلت ديريكتومون لا شامبر، قلت نقيها ونبردها باش كي يولي قايله كي تولي نقيل ايا نصيبها بارده ونقيه باش نرقدوا فيها ديريكتومون. هنايا البنات بعد ما كنست طلقت الماء. اليوم زرزقت الدنيا، زرزقتها صح باش تبرد الدنيا. زرزقتها من بعد بالبالي وحكيتها من بعد بالفروتوار، خرجت هذاك الماء ومن بعد بالنشاف راني نشفتها. الناس اللي راها تعاود تقصي فيا على هذاك النشاف راني قلت لكم راه مريح جدا جدا. اللي عندهم الم الظهر، الم الارجل، الركب، الخشونه في الارجل، راه مريح جدا هذاك البيدون. دوك تشوفوه الناس اللي سقستني عليه هي عرفته، اللي مش عرفته وراها تتسائل على واش راني نهضر دوك يبان في الفيديو. هنايا خرجت الماء كامل من لا شامبر بالفروتوار وديتو حاشاكم للدوش، ومن بعد جبت البيدون هنايا والنشاف. هذو هما فتحت التاقه. هنا كان شويه ما كاينش السخانه الصباح، شويه ما كاينش سخانه بصح الظهر ما نحكي لكمش السخانه تقلي لدرجه حرنا واش نطيبوا وحرنا كيفاش نقعدوا والله الحمان بزاف. هنايا راني نشف بهذاك النشاف التركي، البيدون التركي اللي قلت لكم عليه. قلت لكم راه مليح بزاف. ينشف مليح، ما يخليش الماء في الارضيه، يمسح. ما تقدروا ما تزرزقوش الدنيا، تمسحوا غير به بعد ما تكونسوا ثاني راه مليح. هنايا رحت عندي هذا المبرد هنايا ما شاء الله عليه مليح بزاف، عبيته في الدوش، عبيته ماء. هذا المبرد تاعي انا من المبردات اللي يتعبى ماء. وراكم شوفوا غير ما تكونسونطروش مع لي دغا ومع الكوفرتور هذيك اللي الخطركم شفتوا غير دروك باللي كنت مرتبتهم وحطتهم في بدايه الفيديو. عندي ولدي انا لازم يقيسها باش يقعد على السرير، يرميهم في الارض باش يقعد على السرير يلعب طاليز. هنا يعني دخلت هذاك المبرد تاعي وقفلت كلش، بلعت التيوق، بلعت الدنيا كل باش الشمس ما تدخلش. وهنايا كما انا حكيت لكم لي دغا انا عمرهم ما يقعدوا مسقمين، اللي عندهم الدريره اكيد على بالهم. هذه هي بلاصه ولدي، هذا وين يحب يلعب. هنايا صاي كي ديرونجاني اني شحال من مره راني نسقد الدرا والكوفرتور من لقيت ورماها في الارض قلت صاي اذا كنت نطبقها ونحطها اكوتي باش من بعد كي نشعلوا هذاك المبرد انا نتغطى ولا خطره يبرد بزاف ما شاء الله عليه. حطيتها هنايا حدايا باش نصيبها سهله كي نبغوا نقيلو. هنايا كي كملت اني وريت لكم هنا في هذا الوقت بقى لي غير الزداجه هذه نمسحها برك. هذه حاجه الوحيده اللي بقات لي نديرها، مسحت كلش غير الزداجه. كنت خاصني الخل نمسحها بالخل، انا نبغي نمسحها بالخل. وهنايا كنت بدلت لي درا، هنا راح نبدل فيه لي درا، هنا ما صورت لكمش. هنا في هذا الوقت حنا حيت هذو لي درا وفرشت واحد اخرين ودخلت هذو لي درا للدوش. هنايا جبت هذا المعطر تاعي تاع الخوخ، ريحته تهبل. رشيت الدنيا كل هنا رشيت. كم تعرفوا كي تزرزقوا الدنيا وتبلعوا لي فولي والدنيا تبرد وتشعلوا هذاك المبرد. هنايا تقولي غير نرقد، لكن انايا هنا ما رقدتش، خرجت في هذا الوقت بكري قلت نروح للسوق نتسوق نجيب الخضره تاعي نجيب واش خصني. هنا صورت لكم شويه مقاطع هنايا في السوق. هنا وين يبيعوا هذوك الشيبسي تاع الكيلو ولا مش عارف كيفاه نسموه في الجزائر ما على باليش، هما يقولوا له كاراتي وعندهم اسماء يعني مختلفه. هنا قلت لكم هبط جبت القضيان، جبت الفلفله الحاره، جبت البطاطا، جبت كامل واش كان خصني. ومن بعد من هذيك السخانه حطيت رحت دخلت المحل تاع عصير، شربت هنايا عصير. هذا راه عصير القصب البنات. انا يعجبني في الديبي ما كانش يعجبني داك والفته وجبت لولدي كوكتيل. هنا رجعت للدار كما قلت لكم البارح، خليت الكوزينه مقلبه الحرب قايمه فيها. هنايا صورتكم مقاطع صغيره يعني انا درت لها ميناج، بقى لي غير الكوزينيير. قلت
كي نريح هكا من بعد كي ناكلو نتعشاو كلش اني نحكو. هنايا سقت الدنيا وتغديت البنات، جبت لي ساندويتش من برا لخاطر كان الحمين وصاي والظهر الحق عليا. حطيت هذو لي درا هذو حطيتهم قبل ما نخرج نتسوق، حطيتهم هنا وحطيت عليهم الماء وحطيت عليهم الاومون تاعي نورمال وغسلتهم. راكم تعرفوا الغسيل تاع الرجلين كيما نغسلوا في الجزائر. غسلتهم مليح. كي رجعت للدار غسلتهم هنايا وبديت نشلل فيهم، ومن بعد خليتهم ينشفوا ونشرتهم. قلت لكم سخانه بزاف، يعني انا ديجا خرجت بكري. تلمو انا نوض بكري، يعني نوض مع 8، يعني 9 ل 10 ديجا كنت سيقت وكملت وافطرنا تقهوينا الصباح يعني وسيقت وخرجت للسوق، جبت صوالحي وشربت العصير ورجعت هنايا شللت لي دغا وجبت لي ساندويتش قلت لكم من برا، خاطر دايره في حسابي بلي كي راح ندخل للدار راح نغسل هذا الفريش. فصراحه درت الحساب، جبت لي ساندويتش من برا هكا باش نقص شويه تعب على روحي، ما نبقاش في ذاك الحمان. صراحه في ذاك الحمان تقولي ما ندخلش كاع الكوزينه، كي تشوفي الحمان هكا كينا تقولي ما ندخل ما نطيب ما ناكل. وديجا كاع كي طيبي مع هذيك السخانه مانيش عارف. قولوا لي نتوما في التعليقات اسكو راكم كيما انا ولا لا، مانيش نقدر ناكل نهائيا سختو في السخانه هذه. ومن بعد قلت لكم اني كملت هنايا صاي الحق عليا المغرب. هنايا راني ديجا غسلتهم ونشرتهم ورقدت ونضت، قيلنا ونضنا. نض ثاني روطار شويه لهيت راكم عارفين مع وليدي. ومن بعد هنايا دخلت الكوزينه ديريكتومون، قلت ندير العشاء. ما عييت نخمم واش ندير. كيما قلت لكم الغداء جبت من برا لي ساندويتش. العشاء قلت نقلي بطاطا لكها بطاطا صاي. ما راكم تعرفوا ما ناكلوا مرقه، ما ناكلوا لي سوب، ما ناكلوا جوازات، ما ناكلوا والو في هذا الحمام، ما يليق والو. حاجه هكا بارده وصاي نورمالمون. ديجا البطاطا راها تحسيها باللي راه دير سخانه اصلا كي تولي طيبي وكلش سخانه بزاف بزاف. المهم هنايا قليت البطاطا تاعي ودرت معاها هذاك الجوا تاع الفلفل الحار. هنايا درت البيض. خدمت واحده لولدي خاطر ولدي يحب واحده وحده هكا، يقول لك ديري لي كما يقولوا هما المصريين قرص وحدي. هيا درت له دويره وحده خبزه وحده، ودرت انا ثاني بلا تاعي هكا خبزه وحدي. وكي كملت اكيد العشاء راني رحت غسلت المواعين وشاركت معكم هذا الخبز تاعهم، الخبز الشامي اللي هو يتباع في المحلات. هذا اللي نحبه انا اكثر من الاخر اللي نجيبه من المخبز. هذا يشروه نورمال من السوبيرات. قلت لكم ومن بعد كي كملت ثاني رحت نقيت الكويزينيير تاعي. راكم تشوفوا فيها ديجا راها مبهدله بالزيت، نقيتها وسيقت الكوزينه لكن ما صورت لكمش لخاطر كنت ديجا صاي سي بون تعبت نقرعه غير وانت نروح ندوش ونرقد نرتاح. هذا ما كان من هذاك التعب من الصباح. راكم تعرفوا من الصباح ندورو. وهنايا وصلت لنهايه الفيديو. ان شاء الله نخليكم على خير ونتلاقاو على خير في فيديو الجاي. ما تنساوش تهبطوا ديروا ابوني اذا ما درتوش ابوني، ديروا جيم الله فيديو. نشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنساوش خلوا لي تعليقاتكم مش حابين نشارك معكم هنايا. ونشكركم كامل على تعليقاتكم على اخر الفيديو، راكم فرحتوني بزاف. وان شاء الله نكون عند حسن الظن. نعم يا حبيبي عايزك مالو تيشيرت نروح برا ماشي.